في زمن كانت أوروبا تغط في ثبات العصور المظلمة، وكانت هناك مدينة تشع بنور العلم والفن، مدينة جعلت من الظلام فجرا ومن الجهل علما. هل تعلمون أن هذه المدينة كانت تضيء ليلها بالمصابيح، بينما كانت لندن وباريس تغرقان في الظلام؟ هل تعلمون أن شوارعها كانت مرصوفة، بينما كانت شوارع أوروبا مليئة بالوحل؟ نعم، هذه هي قرطبة، عاصمة النور في ظلام العصور الوسطى. فكيف تحولت هذه المدينة إلى منارة للعلم والفن في العالم؟ أهلا بكم في ثاني حلقاتنا من حكايات أندلسية. تابعونا لتروا كل جديد. في القرن العاشر الميلادي كانت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس، وأصبحت أكبر مدينة في أوروبا بل وفي العالم بأسره. لكن قرطبة لم تكن مجرد مدينة كبيرة، لكن كانت مدينة العجائب. هل تعلمون أن قرطبة كانت تضم أكثر من 200 ألف منزل و800 مسجد ومكتبة ضخمة تحتوي على 400 ألف كتاب؟ نعم، 400 ألف كتاب في وقت كانت أوروبا تعتبر فيه الكتاب الواحد ثروة. في قرطبة كان العلم يقدس، الجامعات كانت تعج بالطلاب من كل أنحاء العالم، مسلمين ومسيحيين ويهود. هل تعلمون أن طلاب العلم في قرطبة كانوا يدرسون الفلسفة والطب والفلك والرياضيات وحتى الموسيقى؟ نعم، الموسيقى. وكان من بين هؤلاء الطلاب رجال غيروا وجه التاريخ، مثل ابن رشد الفيلسوف الذي أضاء العقول، والزهروي أبو الجراحة الحديثة. ولكن قرطبة لم تكن مدينة العلم فقط، بل كانت مدينة الفن. هل تعلمون أن مسجد قرطبة الكبير كان تحفة معمارية لا تضاهى؟ أعمدة من الرخام وأقواس متداخلة وزخارف تذهل العين. وحتى اليوم ما زال المسجد شاهدا على عظمة تلك الحضارة. وهكذا كانت قرطبة مدينة للنور في ظلام العصور الوسطى، مدينة علمت العالم أن الحضارة تبنى بالعلم والفن. لكن هل تعلمون ما الذي حدث لقرطبة بعد ذلك؟ كيف تحولت منارة العلم إلى أطلال؟ هذه قصة أخرى ستروى في حلقة قادمة. فقط تذكروا أن النور لا يختفي أبدا، إنه ينتقل من مكان إلى آخر ليضيء الدرب لمن يأتي بعدنا.